تعرف ان انت من حقك في حالة الطوارئ تدخل اي مستشفى خاص تتلقى العلاج والاسعافات الاولية لمدة 48 ساعة بالمجان من غير ما تدفع ولا جنيه. وده طبقا لقرار وزير الصحة رقم 1063 لسنة 2014، اللي قال فيه ان لو توفر في المريض حالات الطوارئ الثلاثة الآتية، اللي هي اول حاجة انسداد الممر التنفسي، الحالة الثانية وجود نزيف يهدد حياة المريض بالخطر، الحالة الثالثة وجود إصابة في أي عضو من أعضاء الجسم يهدد إلى فقدان هذا العضو. في الحالة دي تقدر تخش المستشفى الخاص وتتلقى العلاج والرعاية والإسعافات الأولية بالمجان في أول 48 ساعة، وعلى المستشفى الخاص إن هي تبلغ وزارة الصحة بالحالة اللي عندها في أول 6 ساعات من دخول المريض للمستشفى، واللي بعد كده وزارة الصحة تقدر توفر له غرفة في أي مستشفى حكومي يقدر يتلقى الرعاية فيها. وفي حالة رفض المستشفى ان هي تتلقى الحالة اللي تتوفر فيها الشروط ديت، المريض هنا او اي حد من اسرته ليه الحق ان هو يقدم بلاغ في وزارة الصحة لدى رئيس إدارة التراخيص والعلاج، واللي هنا يقدر ينزل عقوبة على المستشفى تصل إلى غلق المنشأة أو المستشفى، وكمان يحيل طاقم الأطباء إلى التحقيق.